بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمل الكرواسون البيتي، الكرواسون اللي بجد بجد مش هتفكري ان انت تشتريه من بره تاني. بكيلو دقيق، عايزه تقللي الكميه تمام قلليها بنص كيلو. بس كل ما تعملي كل ما تحطيه تعملي اكتر كميه اكتر، كل ما بتشيليها في الفريزر عندك وبتطلعيها لاولادك وقت المدرسه. هناخد عهد ما بيننا وما بين نفسنا ان احنا مش هنروح نشتري اي حاجه من الفرن. بعد كده كل حاجه هنعملها في بيتنا لولادنا. عملناها بالشوكليت، عملنا بالجبنة، عملنا سادة. من كيلو دقيق طلع لي 100 قطعة كرواسون، يعني حاجة خيالية، حاجة تحفة. التسوية بتاعتها تجنن، بسيط بسيط لأبعد الحدود. طريقته سهلة جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة صعبة خالص. ما فيهاش توريقات، ما فيهاش زبدة، ما فيهاش أي حاجة. طريقة سهلة بسيطة. بصي الجمال ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش هنشتري حاجة تانية للأفران. السندوتشات كلها هنعملها ان شاء الله في بيتنا. نروح للمقادير بسرعه. عندي كيلو دقيق، 2 معلقه كبيره خميره، 3 معلقه كبيره سكر، 3 معلقه كبيره لبن بودره، معلقه صغيره بيكنج باودر مليانه، تمام، معلقه صغيره بيكنج باودر مليانه. هبدا بقى ان انا اقلب كل المكونات الجافه بتاعتي مع بعض. وبعد كده عندي رخامه متعقمه كويس ونظيفه كويس جدا. هبدا ان انا اعجن على الرخامه علشان الطبق عندي صغير وهيضايقني في العجن. نجاح الكراسون، نجاح اي مخبوزات ان احنا نعملها ان شاء الله باذن الله من النهارده العجن الكويس، يعني تديها حقها في العجن. تمام. بدات ان انا اعمل حفره كده في العجينه وانزل باتنين بيضه. كل نص كيلو دقيق عليه بيضايه، تمام. وبعد كده جبت كوبايه حليب دافي، وللاسف وقع مني بس كملت برضو. هبدا ان انا اجيب احط كوبايه الحليب كلها، وبعد كده هلم العجينه بتاعتي وهجيب يبقى كوبايه حليب قصادها كوبايه ميه، تمام. ما تاخديش المقادير السايله من اي شيف خالص، كل دي بيختلف عن التاني. وبعد كده نزلنا بكوبايه الا ربع زيت على سمنه، كوبايه الا ربع زيت على سمنه، تمام. ما عندكيش سمنه بلدي انسي، استعملي زبده. ما عندكيش زبده استعملي كل زيت. هيقول لا؟ مش هيقول لا خالص. جبت كوبايه ميه دافيه، تمام. وهبدا ان انا اعجن فيها، هبدا ان انا احط واحده واحده لغايه ما العجين يتلم معايا، تمام. يبقى اتفقنا ان احنا ما ناخدش مقدار السوائل، يعني الميه، من اي وصفه. لازم تحطي الميه جنبك، وواحده واحده تبداي تزودي الميه لغايه ما العجين يلم معاكي، تمام. عندي بقى اخر حاجه، اخر مكون هحطه اللي هي ربع فنجان صغير خل، تمام. حطينا الخل ليه يا نشوى؟ حطينا الخل عشان البيض وبيدينا طراوه للعجينه تحفه، تمام. عشان احنا ما ينفعش نحط فانيليا، لان احنا هنعمل كرواسون بالجبنه فمش هينفع نحط فانيليا، تمام. وحطيت معلقه صغيره ملح، حطيت معلقه صغيره ملح، انا نسيت اقولها، اسفه جدا. يبقى حطينا على العجينه بتاعتي معلقه صغيره ملح، حطيناها في الاخر عشان ما تبوظليش الخميره. هبدا ان انا اعجن. لميت ونضفت الرخامه بتاعتي ورجعت اعجن تاني. يعني بصوا هنعجن شويه حلوين، ايدينا هتوجعنا بس مش مشكله. طلعنا في الاخر نتيجه هايله جدا جدا، هتبقي فرحانه قوي قوي وانتي مطلعاها وعاملاها لاولادك. واتحداكي اساسا لو استنيتي لتاني يوم مدرسه، يعني ما شاء الله بالف هنا هياكلوها. خلاص خبطت العجينه شويه، اديتها تخبطتين حلوين كده، وبعد كده خلاص اكتفينا بالعجن كده. هو ده ملمس العجينه اللي انا عايزاه. دهنت الطبق بتاعي زيت وعلى الوش زيت، وهغطيه بستريتش راب. هسيبه بالظبط يخمر نص ساعه في الحر. في الشتاء ساعة كاملة اختمار، يبقى في الصيف نص ساعة، وفي الشتاء ساعة كاملة. هبدأ ان انا اغطيه بالمفرش السيليكون بتاعي ده، بيخلي لي العجينة تختمر بسرعة جدا. هبدأ ان انا خلاص بعد نص ساعة اديها البوكس بقى المحترم، واقسم العجينة بتاعتي اربع كور، تمام. يبقى الكيلو بتاعي هقسمه لاربع كور. الله اكبر، الله اعظم من عز الدم. وبعد كده هبدأ ان انا اكور ال- العجين بتاعي الاربع كور، وبعد كده ادهنه زيت وهنسيبه بالظبط يرتاح 10 دقايق فقط لا غير. وبعد كده نبدأ نشتغل فيه على طول، تمام. يبقى اول حاجة هنخمره نص ساعة في الصيف، ساعة في الشتاء. وبعد كده هنقسم العجينة بتاعتي. عايزة تقسمي العجينة اللي تخليها نص كيلو، تمام، هتقسميها لكورتين. بعد كده قسمنا العجينة بتاعتي الاربع كور، وبعد كده اسيبها ترتاح 10 دقايق فقط لا غير. هبدأ ان انا افرد بنشا، تمام. يبقى هنستخدم نشا حاجه بسيطه كده، نعفر حاجه بسيطه، وبعد كده نبدأ بالنشابه بتاعتي ونعمل دايره كده على حسب ما عندكيش مفرش سيليكون مفيش اي مشكله، اعملي الدايره اللي انت عايزاها.
انا حبيت ان انا ارفع يعني اخلي سمك العجينه بتاعتي رفيعه عشان ما تبقاش كتله كده واحنا بناكلها. تمام. عندي هنا معلقه دقيق على معلقه ميه، دي بقى الصمغ بتاعي اللي انا هلزق بيه العجينه عشان برضو نضمن ضمان العجينه ان هي ما تفكش معانا. اول حاجه هعمل الكرواسون اللي هو الساده ده. انا ممكن ان انا احشيه مربى، انا بتفادى ان انا احشي مربى لان هتفتح اوريدي في الخبز. فبلاش تحشي مربى، يعني احنا خلاص خلينا ساده، عشان احنا لو عايزين نحشي مربى هنفتحه بالسكينه ونحشي مربى عادي مفيش اي مشكله. بصي سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه صعبه. ما عندكيش اللي هي العجله بتاعه البيتزا، اعمليه بالسكينه، يعني قطعيها بالسكينه مفيش اي مشكله. هي عجله البيتزا بقى يعني هتقول لا، مش هتقول لا، يعني خلاص ما عندناش، خلاص مفيش اي مشكله هنقطع بالسكينه. عندي صاج ودهناه زيت، وحطيت ورق زبده. ما عندكيش ورق زبده حطي على الصاج مباشره مفيش اي مشكله. هبدا ان انا بوريكي نجاح العجينه، انا بفردها على ايدي. يعني بصي انا رحيتها على ايدي كده وفردتها على ايدي، اتفردت في منتهى السهوله. يعني ما شاء الله العجينه ناجحه كويس جدا جدا معانا، لان احنا اديناها حقها في العجن. هبدا اجيب جبنه براميلي، عندي الجبنه اللي عندك استعمليها، مش يعني بصي الحشوات دي على حسب ذوقك انت تعمليها. تمام. هبدا ان انا احط، سهله جدا جدا الطريقه ولا صعبه؟ سهله جدا. يبقى ليه نروح نشتري الكرواسون غالي قوي كده من بره يا جماعه؟ ليه وصلنا بجد بجد للافتراء ده؟ حاجه صعبه جدا. يعني كيلو دقيق ب20 جنيه، ليه انا اروح اجيب يعني كيلو الكراسو ب100 جنيه؟ والله حرام بجد حرام. فنعمل كل حاجة في بيتنا. احنا وفرنا كتير، ما استهلكناش حاجات كتيرة. 2 بيضة، كيلو دقيق، شوية زيت على سمنة، وبس على كده. الحشوات اللي موجودة عندك احشيها. بدأت ان انا خلاص احشي الجبنة بتاعتي، وبدأت ان انا الزق بالدقيق ومعلقة الدقيق واللي عليها معلقة مية، ابدأ الزق الكرواسون بتاعي وبعد كده احطه. عندي بقى حشوة الشوكليت. هبدأ ان انا اجيب اي شوكليت عندك، اي حاجة عندك قطع صغيرة اوكي مفيش اي مشكلة. ما عندكيش، عندك نوتيلا، حذاري تحشي بالنوتيلا، حذاري هتفك منك في الفرن وهتسيح جدا جدا. بدات ان انا اسيح الشوكليت بتاعتي، وبعد كده احط عليها معلقتين زيت وادوب. ليه الحركه دي انا شو ما حطيتهاش ليه خام؟ الحركه دي بتخلي لي بعد كده لو الكرواسون فضل عندي فتره، هتيجي تاكلي الشوكليت هتبقى مش جامده معاكي، مش هتجمد معاكي خالص. حبيت ان انا عايزه اعمله على قد الكرواسون اللي انا هعمله، فما ينفعش، فرحت فرداها كلها على ورقه الزبده. وهوريكي انا هكسرها ازاي. بجد بجد هي ضايقتني جدا لاني كانت سايحه معايا قوي. بس كنت عايزه اعملها كويرات صغيره على قد الكرواسون اللي انا بعمله، بس ما نفعتش. تمام. بدات ان انا افردها. اعملي الخطوه دي مهمه جدا لما تيجي تحشي الكرواسون بالشوكليت، اعمليها الحركه دي مهمه جدا جدا. تمام. هبدا ان انا اجيب خلاص الشوكليت، نص الشوكليت مش هستعملها كلها، نص تاني هستعمله في وصفه تانية. هبدا ان انا اكسرها كده على قد الميني كرواسون بتاعتي. بصوا ما شاء الله العجينه، بصوا انا بفردها بايدي يا جماعه، بفردها بايدي، يعني بصوا ما شاء الله ناجحه جدا جدا جدا. هبدا ان انا قلت لك انا ما خليتهاش سميكه، لان انا عايزاها تبقى لذيذه كده، هشه كده معايا وانا باكلها، يعني مش حاجه مليانه عجين لا خالص. هبدا اجيب الشوكليت بتاعتي، وهبدا ان انا احطها والف والزق. تمام. هنسيب الكرواسون بتاعنا يخمر لمده ساعه الا ربع تخمير. هنغطيه. غطيه باي حاجه، غطيه بفوطه مطبخ عندك. تمام. غطيه باي حاجه عندك، كيس بلاستيك مفيش اي مشكله. ساعه بالظبط يخمر، او ساعه الا ربع بالكتير. وبعد كده في الحر ممكن ساعه الا ربع، وسيبيه ساعه الا ربع يخمر. ونكون مشغلين بقى قبل ما نيجي نحطه في الفرن، نكون مشغلين الفرن عندنا على درجه حراره 200، لازم يكون سخن جدا. وبعد كده هقول لك هنعمل ايه قبل ما ندخله. بصي ما شاء الله في حاجه صعبه خالص؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عملنا كميه هايله جدا من كيلو دقيق 28 جنيه. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بصوا تحفه يجنن. هبدا ان انا قبل ما ادخله الفرن هرش ميه. ما بدهنش بيض، حذاري 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 تدهني اي مخبوزات بيض. ادهني رشي ميه، عندك بخاخه فيها ميه رشي ميه وادعيلي، هتشوفي نتيجه هايله بعد ما يخرج من الفرن. هتقولي اتحداكي يا نشوى ان انتي ما تكونيش دهناها بيض. دي مدهونه ايه؟ انا دهنت رشيت ميه والله يا جماعه. هي ممكن ما تكونش جت في التصوير، بس والله دي بجد انا يعني بخاها ببخاخه ميه فقط لا غير. وبعد كده هبدا ان انا اسيبها. لازم اول ما بتخرج من الفرن
بارُش عليها مَيّة وبعد كده أغطّيها، وبعد كده على الوش معلقة فُرشة عندي ومدهونة زبدة، هابدأ إن أنا أحُط زبدة من على الوش عشان تدّيني اللمعان الحلو ده ما شاء الله تحفة، حلو أوي يا جماعة، بجد النتيجة هايلة، اعمليها هترمي معاكِ كتير، هتطلّع معاكِ بجد، بجد قطع كتير أوي، ما شاء الله الطعم يجنّن، 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 وصفة إن شاء الله بإذن الله مُعتمدة مليون في المِيّة، بُصّي الجمال بقى والحلاوة. بُصّي بقى، يعني ما شاء الله لازم، لازم لمّا باجي أفنِّش الفيديو لازم حاجة تُقع منّي. بُصّي بقى الشوكليت عاملة إزاي، ما شاء الله دي السادة، أنا نسيت أقول لِك إن دي السادة أنا حشيتها نوتيلا تمام، ما شاء الله تحفة، تحفة، حلوة جدًا. بُصّوا بقى اللي بالجبنة بقى، وبُصّوا السادة، حاجة يعني بجد، بجد خيال يا جماعة، لازم تجرّبوها. الطريقة سهلة، هتعمليها كده وأنتِ مغمّضة، هتعمليها أحسن منّي كتير، كتير إن شاء الله بإذن الله. بُصّوا الجمال بقى والحلاوة والطعامة. بجد، بجد مبسوطة جدًا من النتيجة يا جماعة، وطلّعت لي حبّات كتيرة أوي، الطريقة سهلة، اعمليها بجد وهتدعي لي إن شاء الله بإذن الله، وتنفّذي الوصفة وهتلاقيها حلوة إن شاء الله بإذن الله، بس امشي على المقادير مضبوط إن شاء الله وتطلّعي الحاجة حلوة جدًا، جدًا. يا رب الفيديو يكون بسيط عليكم وخفيف إن شاء الله بإذن الله، وفيديوهاتي تكون بتعجبكم إن شاء الله وتنال على إعجابكم يا رب، يا رب. ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري يا رب، اللهم وسّع في رزقنا جميعًا. ابدئي أي حاجة بالتوكل على الله إن شاء الله وتلاقي الحاجة اتعملت وأنتِ مغمضة، إن شاء الله بإذن الله انتظروني في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وآخر حاجة هاقولها وأروح آكل، باي باي.